يا أهلا وسهلا. حاسة انك بقيتي بتتعصبي من أقل كلمة؟ صوتك بيعلى مع انك مش قصدك؟ كام مرة دخلتي اوضتك وقفلتي الباب على نفسك وفضلتي تعيطي؟ كام مرة اتخانقتي والموضوع كبر منك من غير ما تقصدي؟ طب فكرتي انك ممكن ما تكونيش عصبية ولا حاجة؟ يمكن انت بس مرهقة، يمكن انت محتاجة تهدي، ترتاحي، تسترجعي نفسك. الفيديو ده ليكي انت اللي تعبتي من دوشة الحياة، انت اللي بتقومي يوم ورا يوم بس جواكي صوت بيقول انا مش طايقة نفسي. تعالي نرجع سوا للهدوء، مش هروب لكن امان، لان الهدوء مش رفاهية، ده طوق نجاة وسط صعوبات الحياة. ليه مهم تكوني هادية؟ لما تبقي هادية بتعرفي تاخدي قرارات احسن، لما تبقي هادية صوتك بيوصل أوضح وكلامك بيتسمع أكتر، لما تبقي هادية أولادك بيحسوا بالأمان وانت كمان قلبك بيرتاح. الهدوء مش ضعف، الهدوء مش استسلام، الهدوء قوة بس بصوت واطي. خليني أقولك إني اتعلمت من خلال مواقف كتير ما كانتش سهلة إن الست الهادية مش ضعيفة، لكن في الأغلب هي الأقوى، اللي ما بتصرخش وما بتجادلش كتير، ما بتحاولش تثبت حاجة لحد. هي عارفة كويس ان الهدوء مش استسلام لكن وعي، وان صمتها وسكوتها مش عشان جواها فراغ ولكن ده قرارها هي. انت عارفة ايه اللي بيخلينا نضيع الهدوء اللي جوانا؟ الدوشة اللي ملهاش نهاية، طلبات البيت، صريخ الاولاد، كلمة تضايقك من زوجك، نظرة استهانة من اللي حواليكي، احتياجاتك اللي بتتأجل كل يوم، قلة النوم، قلة التقدير، احساسك انك لوحدك وان مفيش وقت لنفسك. كل ده بيخلي اعصابك على وشك الانهيار، وردة فعلك بتطلع عنيفة وصوتك عالي، رغم ان جواكي بتحبي تكوني هادية بس مش عارفة توصلي لده. انا حاسة بيكي. تعالي نرجع الهدوء خطوة خطوة مع بعض. الخطوة الاولى، اعترفي انك محتاجة تهدي. كتير مننا بيكمل وهو متوتر، بيزعق ومش بياخد لحظة يعترف انه تعبان. مش لازم توصلي للانهيار علشان تبدأي توقفي نفسك. أغلب كتب العلاج السلوكي بتبدأ أول خطوات التغيير بالوعي، الوعي بالمشكلة، لأن مفيش تغيير بدون إدراك. الخطوة التانية، في أي لحظة توتر وقفي نفسك واسكتي وخدي نفس ببطء من بطنك. عدي في سرك لحد 5 أو 10، قولي لنفسك في سرك كل حاجة كويسة، ربنا شايفني وعالم بحالي، مش لازم أرد دلوقتي. انت عارفة ان حتى 30 ثانية من الصمت ممكن يعيدوا ترتيب عقلك ومشاعرك؟ وعلميا تمارين التنفس العميق بتساعد على تهدئة الجهاز العصبي السمبثاوي، وده الجزء المسؤول عن ردود الفعل العنيفة. الخطوة الثالثة، ابدأي يومك بحاجة صغيرة لنفسك قبل ما البيت يصحى، زي الأذكار، ورد بسيط، اكتبي 3 جمل امتنان في مفكرتك الخاصة، صلاة بهدوء، لحظات صمت، حتى لو شربتي كوباية شاي في البلكونة مع نفسك. الهدوء مش دايما انسحاب من الناس، ممكن يكون لحظة قصيرة بتخليكي تتواصلي مع نفسك تاني. والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيبدأ يومه بالذكر، وده بيربط الروح بالجسد. الخطوة الرابعة، اكتبي كل اللي جواكي بدل ما تكتميه. مش لازم تفضفضي لحد، بس اكتبيه في ورقة. أنا حاسة بإيه؟ إيه اللي مضايقني؟ إيه اللي محتاجة أعمله؟ لما بتكتبي بتفهمي مشاعرك، وساعتها بيبقى عندك خيار تتصرفي بعقل بدل اندفاع. في حاجة اسمها الكتابة العلاجية اللي هي الجورنالينج، ودي من أقوى أدوات تخفيف الضغط العقلي والعاطفي. الخطوة الخامسة، اتعلمي تقولي لأ من غير ما تحسي بالذنب. انت مش مطالبة تعملي كل حاجة لكل الناس، قولي لأ وانت مبتسمة، قولي مش هقدر دلوقتي من غير ما تشرحي. الهدوء أوقات بيبدأ من احترام حدودك. الخطوة السادسة، حاوطي نفسك بحاجات بتفكرك انك تستاهلي ترتاحي، صورة ليكي بتحبي نفسك فيها، آية قرآنية بتطمنك وتهدي قلبك، ركن هادي في البيت بتحبي تفاصيله، فيديو زي ده احفظيه عندك. كل تفصيلة هادية حواليكي بتزقك ناحية الهدوء. رجوعك للهدوء مش هيحصل في يوم، لكن كل خطوة بتاخديها ناحية نفسك ربنا عالم بيها وهيعينك تكملي الطريق. خطوة صغيرة كل يوم بس فيها نية لله وفيها رحمة لنفسك هتوصلك بإذن الله. وعلى فكرة مش كل كلمة محتاجة رد، ومش كل موقف يستاهل تعصبي نفسك عشانه. رد الفعل الهادي بيخلي اللي قدامك يعيد حساباته. ساعات النظرة الهادية أو السكوت أقوى من 1000 كلمة. الصمت مش ضعف، الصمت احترام لنفسك. ساعات بيكون حكمة وساعات بيكون علاج. لما تمسكي نفسك في لحظة غضب اعرفي انك كده بتكسبي احترامك قدام نفسك.
مش بتتنازلي لكن بتختاري المعركة الصح. انتي مش مطالبة تبقي مثالية، لكن مطالبة تحافظي على نفسك. اهدي عشان تقدري تحبي، اهدي عشان تقدري تربي، اهدي عشان تقدري تعيشي. ربنا عالم بتعبك وعالم باللي جواكي وهيعينك لو بدأتي. ولو مفيش حد بيطبطب عليكي، انتي ممكن تكوني الطبطبة دي لنفسك. لو الفيديو ده لمسك اعملي لايك وشاركيه مع ست تانية محتاجة تهدى، وافتكري دايما سعادتك بإيدك وهدوءك قوتك، وأنا معاكي.